المغربي هو دائما يبقى قلبا وقالبا مع العناصر الوطنيه ومع المنتخب الوطني المغربي. كره بالروس، مازال الكره صعيبه والهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي بعد مخاض عسير. هو حمزه بورزوق يسجل الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي. اجتهادات العناصر الوطنيه تثمر هدفا اولا، تثمر شاهدا اولا في الدقيقه 43. المسجل هو حمزه بورزوق بعدما ضيع عدد كبير من فرص التسجيل. هو يسجل هدف اول كما قلت حمزه بورزوق، ولو سجل هدف اكيد انه سيتحرر بشكل اكبر وسيقدم عطاءات افضل خلال الدقائق المقبله. المعدن الاصيل الذي لا يصدأ لحمزه بورزوق من منطقه برغون بالدار البيضاء، الذي لعب المجموعه من الانديه الوطنيه، لعب للوداد ولنادي المغرب الفاسي، واليوم بنادي الرجاء البيضاوي يبقى عنصرا مؤثرا في النسور الخضر وفي المنتخب الوطني. يسجل هدف دائم حاضر بالمنتخب الوطني المغربي حمزه بورزوق، ثاني اهدافه مع المنتخب الوطني. اليوم عبد الرزاق حمد الله بسبب الاصابه، كان عتاب من طرف رشيد الطوسي لعبد الرزاق حمد الله لانه ما علمش بالاصابه الا بعد الالتحاقه بالمنتخب الوطني. صلاح الدين عقال مشى بكورتو ممتازه. هذا هدف نعم الهدف للمنتخب الوطني المغربي. فاس محمد علي بومعمر يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني. وانا اتحدث عن لاعبي المنتخب الاولمبي. الاجابه اتت سريعا من طرف محمد علي بومعمر لاعب خط وسط المغرب الرياضي الفاسي، والعمل كان كبير من صلاح الدين عقال لاعب نادي اولمبيك خريبكا سابقا المحترف في البطوله السعوديه ولاعب نادي الجيش الملكي. هو من صنع الهدف الاخير للمنتخب الوطني المغربي. صلاح الدين عقال محمد علي بومعمر اللي مشى سجل هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي. والحنين للانتصارات، انتصار في مباراة ودية. حتى في المباريات الودية ما كناش كنستطيعوا اننا ننتصروا. يعني الخصم اليوم منتخب مالي. مثل هذه المواجهات في نهاية الأسبوع، مباراة أخرى جوفنتوس متفوق على سيتي غلاسكو ب1-0. مشكورين الزملاء في قسم الجرافيزم على المعلومات. كرة تسدد وهدف للمنتخب المالي. هدف للمنتخب المالي. كرة ثابتة، غلطت الحارس خالد العسكري ودخلت مرمى المنتخب الوطني. للإعادة الكرة خدعت خالد العسكري بعد ما ارتدت من الأرض. معليش، هدفين مقابل هدف واحد. نتيجة المواجهة 77 دقيقة. معليش خالد العسكري يعني